الموت في معلقة سكر. اوعى نظام الطيبات يخليك ما تاخدش الأدوية. السلام عليكم. النهاردة أنا مش جاية أتكلم عن دايت أو نظام تخسيس، أنا جاية أتكلم عن الفرق بين الحياة والموت. في الفترة الأخيرة السوشيال ميديا اتقلبت والفيس كله بيتكلم عن نظام الطيبات اللي عمله الدكتور ضياء العوض الله يرحمه. شفنا فنانين كبار زي الفنان علي الحجار قالوا انه خف بسبب نظام الطيبات، وللأسف الكلام ده لو الناس مشيت وراه ممكن حياتهم تخلص خلال أيام. الفنان تامر حسني مشكورا دق ناقوس الخطر وطالب وزارة الصحة ان هي تطلع بحملة توعي الناس وتستخدم فيها الناس الأساتذة اللي على حق زي البروفيسور مجدي يعقوب. ده ليه؟ لأن اللي بيحصل في الكواليس مرعب. ناس بتبطل الأنسولين وبيبطلوا أدوية القلب وطبعا النتيجة مميتة. حالات فشل كلوي وجلطات وغيبوبة سكر بتنتهي بالوفاة. بصوا معايا على الصور دي مش مجرد تعليقات، دي ناس فقدت أهلها بسبب نظام الطيبات. واحدة بتقول إن مامتها توفت بعد ما جالها انسداد في الشرايين بسبب النظام ده. واحدة بتتكلم عن طفل عنده 7 سنين راح المستشفى بين الحياة والموت عشان بطل الأنسولين لمدة أسبوعين. يا جماعة مريض السكر خاصة من النوع الأول لو بطل الأنسولين حياته ممكن تروح في ثواني. اما بقى مريض القلب لو بطل ادويه السيوله والضغط فهو كده بيحجز بنفسه تذكره للاخره، انه اكيد هيجيله جلطه في القلب او سكته دماغيه. بنتعرض لاستغلال من شركات الادويه، بس الادويه مش رفاهيه، دي هي الوسيله اللي مخليانا نعيش. ممكن دلوقتي حد يقول لي طب ما الفنان علي الحجار خف على نظام الطيبات. يا جماعه الاستجابه الفرديه ما ينفعش ناخدها قاعده طبيه، حاله فرديه ما ينفعش ابدا ناخدها ونعممها. لكن لما مريض سكر يبطل الانسولين ونديله حلويات يبقى احنا كده بنقتله. النظام الغذائي اللي بيحرم الجسم من عناصر غذائية معينة وبيديله سكر وحلويات كده ده نظام بيضرب بالعلم عرض الحائط. مفيش نظام غذائي في الدنيا بديل للدواء، هو مكمل للدواء. في فرق كبير بين انك تنظم اكلك عشان حياة احسن وانك ترمي الادوية في الزبالة. بضم صوتي لصوت الفنان تامر حسني، احنا محتاجين حملة قومية من وزارة الصحة، محتاجين العلماء، محتاجين البروفيسور مجدي يعقوب، الناس دي كلها لازم تطلع تتكلم عن مخاطر تبطيل الأدوية خاصة للأمراض المزمنة. محتاجين المتخصصين في السكر والغدد ان هم يطلعوا ويتكلموا عن مخاطر ان احنا نبطل انسولين. رسالتي لكل واحد بيسمعني، أرجوك حياتك غالية، ما تسلمش عقلك وحياتك لترند. لو عاوز تجرب اي نظام غذائي اسأل طبيبك اللي متابع حالتك، ما تسمعش القصص النجاح الفردية وتسيب العلم اللي بقاله سنين بيطور نفسه علشان يحميك. الأدوية اللي انت بتاخدها هي اللي مخلياك واقف على رجلك دلوقتي، ما تتخلاش عنها عشان وهم الشفا بالعسل والحلويات. المرض مش عيب والدواء مش عدو، العدو الحقيقي هو الجهل اللي بيلبس لبس العلم. ربنا يحفظكم جميعا ويكفيكم شر المرض ويبعد عنا وعنكم شر الكوارث اللي بنشوفها كل يوم بسبب المعلومات الغلط. شيروا الفيديو ده يمكن تنقذوا حياة انسان كان ناوي يبطل دواء النهارده.